واحد واحد وبالدور، إن خلص الفول أنا مش مسؤول. النهاردة هنعمل شوية فول زبدة، طعم وشكل ما أقولكوش، هو بيتكلم عن نفسه. وكمان شوية بليلة كده لزوم السحور. مين بقى في رمضان ما بيتسحرش فول وبليلة؟ تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشوف التكات بتاع النهاردة في الفول والبليلة هتكون ايه. حط لايك حلو منك، وكمان اعملي إيه متابعة لو انت على الفيسبوك، لو انت على اليوتيوب اشتراك وكومنت حلو منك ولايكات. ارجوكوا حطوا لايكات للفيديو، مش هتخسري حاجة طالما عجبك الفيديو. كلمة حلوة من القلب وليكي بالمثل، وكمان عايزة لف كده حلو منك. تعالوا نسمي الله كده على طول ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونجيب نص كيلو فول، انا عايزة الفولة اللي هي الفاتحة الكبيرة اللي انتوا شايفينها قدامكم ده، قدامكم دي. ده نص كيلو من الفول، جايباه من عند العطار سايب عادي خالص اهو. مسكناه نقناه، لازم تنقيه كويس جدا، وبعد كده هنغسله غسلة محترمة. زي ما انتوا شايفين لازما الحبوب تدعك كده بايديكي اهو. غسلتها كم مرة كده وتصفيهم، وبعد كده هننقعهم لمدة 12 ساعة عشان تاخدي بقى النتيجة كويسة. وكمان ما شاء الله يبقى القشرة بتاعت الفول زبدة، مش زبدة بس من قلبها، والقشرة كمان تكون ناشفة، لا احنا عايزينها من بره وجوه تكون زبدة. بعد 12 ساعة شطفتها تاني وجبت الحلة بقى. النهاردة انا بصراحة ما عنديش قدرة، عندك قدرة اشتغلي فيها مفيش مشكلة. فحطيت كده الفول، وكمان جبت 3 معالق من العدس الأصفر، و3 معالق من الفول المدشوش، وكمان معلقتين من الرز، وجزراية مبشورة ناعم ناعم جدا. وحطيت كله على قلب بعضه كده، وتبتدي تقلبيهم كلهم في قلب بعضهم. تمام. تعالوا بقى على البوتاجاز نضيف المية. المية كتري مية وما تقلقيش. بصوا ما شاء الله النص كيلو انا ضفت عليهم مية قد ايه. هنديلهم تقليبة ونشيل الوش الأبيض ده. بس قبل ما نشيل الوش الأبيض نجيب ليمونة ونغزغزها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونحدفها كده في قلب الفول عشان ما يخليش الفول بتاعك يأكسد ويسود منك. هنشيل كده الوش الأبيض ده أو الفوم الأبيض ده بالمعلقة بالشكل ده. مش هنسيب تفصيلة غير لما إن شاء الله نقول عليها يطلع معاكي كهرمان. وبعد كده هنجيب معلقة سكر، معلقة كركم، معلقة بابريكا، من كل حاجة معلقة صغيرة. قلبي بقى تقليبة حلوة، وبعد كده هنسيب الفول على نار عالية لمدة قد ايه يا دودو؟ لمدة نص ساعة. سيبيه مكشوف عادي، عايزة تغطيه عادي مفيش مشكلة، بس خلي بالك لانه طبعا هيفور عشان ما يطفيش معاكي البوتاجاز. انا وانا واقفة كده شلت الغطا بعد ما حطيته لانه فور. تعالوا بقى هنا للبليلة. ده نص كيلو من القمح او الغلة، جايباه برضو من عند العطار. تمام. اول حاجة ببتدي انقي الحاجة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. بنقيها الاول وبعد كده ابتدي اغسلها. اغسلي كويس جدا جدا القمح بتاعك او الغلة بتاعتك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بايدك كده، وتدعكي كويس جدا. هدلق المية دي وهنغسل مرة كمان. وشوفوا بقى انا كم مرة غسلت القمح في الفيديو. غسلته ما شاء الله كم مرة، وكمان غسلته مرتين على الحنفية لما بروح ادلق المية. بس انا طبعا بعمل الخطوات دي قدامكم عشان ما تنساهاش، وطبعا بناتنا الحلوين اللي لسه سنة اولى مطبخ. وبرضه لو جت في ايدك او قدامك اي حاجة كده بتشيليها، طوبة، زلطاية، قشاية، بتشيليها. تفضلي بقى تغسلي كده لغاية المية بتاعتك تبقى زي الفل كأنها نازلة كده من الحنفية بالشكل ده. هننقعه لمدة ساعة. وهتعالوا بقى نرجع للفول. بعد نص ساعة كده هتبتدي توطي النار خالص، والنار كمان هنجيبها نشوف هتبقى بالشكل أصغر عين عندك، وكمان مش هنسيبها على نار عالية، لأ ده انتي كمان هتوطيها. بصوا جمالها. أيوة كده. وهنغطي وتسيبيها ما تفتحيش على الفول بتاعك لمدة 6 ساعات. بعد 6 ساعات هنشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى عدت ساعة على
نقع الغلة بتاعتنا أو القمح بتاعنا، هنجيب حلة وننزل كده بعد ما طبعًا شطفناه تاني، وهنضيف مَيّة، وخلاص على كده هنرفعه بقى على النار، وهنشوف التركاية اللي هتخلّيه. عايزة أقول لِك في نُص ساعة هتكون خلّصتِ ال البليلة بتاعتِك. دلوقتي كده كان مَر 6 ساعات على الفول بتاعي، اللهم بارك لا أكسد وزبدة وزي الفل. هاطفي عليه؟ لأ، مش هاطفي عليه دلوقتي، هاستنى كمان نُصّاية. بُصّوا ما شاء الله القشرة بتاعته زبدة، وكمان لونه خطير جدًا. أنا كنت ماسكة الموبايل بالإيد وباقلِّب بإيد، عشان كده ما كنتش عارفة أتحكّم أورّيكم كويس. عندي هنا البليلة غلت نُص ساعة، بعد نُص ساعة هاطفي عليها واسيبها، هتفتّح معاكِ وهتبقى زي الفل. تعالوا بقى للفول، عدّى نُص ساعة كده، خلاص كده ما شاء الله تقل. لا هنضيف له بقى لا نشا زي الناس ما بتعمل ولا ما أعرفش إيه، لأ أنا هاسيبه زي ما هو كده، هيتقل معايا وهيبقى زي الفل. زبدة والله كمان ال القشرة بتاعة الفول زبدة. خلاص كده عندي بُصّوا ما شاء الله بعد ما هدي كمان عندي الفول أهو، وكمان البليلة بقت جاهزة نُص ساعة بس غليان، وبعد كده بتطفي عليها وبتلاقي عندِك القمح فتّح وبقى زي الفل واستوى وبقى زي العسل. هنا بقى بتعملي إيه يا دودو؟ هنا كنت هاتسحّر فقُلت بالمرّة أورّيكم جمال الفول، ملح وشطة وكمون وزيت وعصرة ليمونة، وضبّطي الملح بتاعِك وشكرًا على كده. اهرسي بقى بالشوكة وادعي لي. شوية شوية فول عايزة أقول لِك تحفة. بُصّوا جمالهم، حلو أوي، جرّبيه، طِعِم جدًا، قيمة غذائية عالية جدًا، جدًا، تحفة. ما عندكيش أي حاجة من العدس أو طبعًا بقى شوية خيار كده لزوم إيه، السحور. كل سنة وأنتم طيبين. وكمان ده تاني يوم بقى بعد ما الفول عندي بِرِد تمامًا. تعالوا بقى أقول لكم على، أنا مثلًا ضِفت عدس وفول مدشوش ورُز. ما عندكيش حاجة من ال3 عادي ممكن تستغني عنها، ما فيش مشكلة خالص، ممكن عدس بس، ممكن جزراية بس، يعني اللي موجود ومتاح في إيدِك ضيفيه، تمام؟ تعالوا هنا كمان البليلة بتاعتنا، ده زي ما قُلت لكم ده كان تاني يوم، اتسحّرت وصلّيت ونمت، وده بقى ما شاء الله بعد ما قُمت كده أول حاجة، قُمت عليهم كده غلّفتهم في الأكياس عشان أرصّهم كده عندي في الفريزر. أنا باشيلهم في الفريزر بالشكل ده، كيس فول مع كيس بليلة وبألف هنا على قلوبكم. عايزة كومنت حلو منكم، تسلم إيدِك يا دودو، ولكم بالمثل، والسلام عليكم.